السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اختي، ولقاك هذا الفيديو وانت في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. فيديو جديد اختي، رجعنا يشمل السفر صافي. عرفتوا البنات، واحد الحراره هذا النهار، واحد الحراره راه لا اله الا الله. نرول ديال الحمانه في تيدي غدا. عرفتوا واحد الحراره، اش غادي نقول لك اختي، لا اله الا الله. خارجه دابا باش نتقدى، راكم عارفين ملي كتكون يلا رجعتي من السفر، بلا شنو يدا، ملي كتكوني اختي يلا رجعتي من السفر ضروري خص عاوتاني تقديه، خاصك هادي جيبي هادي. ايوا صافي، لقيتوني البنات خارجه باش نجيب شي حاجه خاصاني. مشيت خديت الصابون هو الاول. المهم غنمشي نتقدى البنات ان شاء الله ونرجع معكم الروتينات ديالنا كيف العاده. الروتينات المهم ديال الطبخ، ديال الحداقه اختي، وديال الوصفات ان شاء الله. المهم خليكم معايا في هذا الفيديو. هذا النهار هذا غادي نشارك معكم داكشي اللي عطا الله داكشي اللي قسم الله. دابا على بغيت نشارك معكم واحد الحلوه د لاكريم كتكون بارده زوينه، ودزت على مول هذاك اللي كيبيع واحد حدانا كيبيع داكشي ديال الحلويات، فعنده لاكريم، كتكون عنده لاكريم بثمن مناسب، وواحد لاكريم عنده زوينه من اصل حيواني. ولكن اختي للاسف لقيتو راه ساد. وخديت واحد الصابونه البنات هنايا ديال الماكينه، باش اول مره غادي نستعمل صراحه هذا. قلت غادي نجربو ان شاء الله ونعطيكم الراي ديالي فيه. شتي غادي نشارك. خديت اختي هذا الزين هذا، الاغلبيه يكون جربوا صراحه. انا اول مره غادي نجربو. خديت هذا ديال الخزامه، غادي نجربو نشوف التصبين ديالو وان شاء الله نشاركو معكم. ايوا هذا مكان. يلا اختي خرجي معايا، راه وصلنا نتقداو داكشي اللي خاص. عرفتنا دايت نخبي بيت مالوات الموت اللحمه، عرفتي تفوت يا لطيف. عندنا 33 درجه ولكن راه الزمت تنوا 33 144 انت ما زيرت يلا اختي زيدي معايا، يلا بزاف. وهنا البنات كنشارك معكم من بيم. عرفتوا كنت بغيت نشارك معكم هكا لي برومو اللي جايبين دي برومو غزالين هكا، خصوصا الماعن، الناس اللي مبليين بالماعن والله الا جايبين ماعنات زويونين. المهم كنت باغا نصور معكم وبديت معكم في التصوير، ولكن لقيت القضيه عامره صافي، ما لقيتش كيفاش غادي نصور لكم. فيما كنصور راه بزاف ديال المقاطع صورتهم، ولكن كنلقى راسي هز بزاف ديال الناس، صافي وليت اضطريت انني باش غادي نحيد اللقطات صافي. المهم انا بالنسبه لي تقديت داكشي اللي كان ناقصني في الدار. كان خاصني اتاي، كان خاصني هكا دوك لي هوت كويس ديال الدجاج كيجيو زوينين في الطنجيه ديال الدجاج. المهم كان خاصني الفرماج. المهم داكشي اللي خاص في الدار وصافي. هاد الفرماج هذا ديال لي ساندويتش كان خاصني، حتى ديال هكا ديال اللي كيفطروا به الوليدات. المهم جبت داكشي اللي كان ناقص في الدار وداكشي اللي فهمتوا اللي انا واقفه عليه في ديك الوقيته. المهم خديت هذا البنات اللي عليها اختي كلشي. هذا خديته في الهريره، شاركته معكم قبل ما ندخل البيم. هذا البنات المهم حاليا فاش انا كندير لكم مونتاج راني صبنت به البارح. فريمون البنات راه زوين بزاف، خرج لي الحوايج كيشعلوا. وما نقولش لك على الريحه، بخصوص هذا ديال الخزامه. انا البنات راه ما جربت حتى شي نوع اخر من غير هذا ديال الخزامه، راه زوين بزاف بزاف صراحه. الا خلاو هاد لا فيرسيون هادي ولا راكم عارفين ديما الحاجه فاش كتكون يلا خرجت كتكون زوينه صراحه. الا خلاوها في هاد الكاليتي هذا وبهذا الثمن هذا راه صراحه زوينه. بالنسبه للثمن خديته البنات ب 65 درهم صراحه زوين. وبالنسبه للاثمنه راه كتختلف، راه كاينين المهم كتختلف ما بين 2 دراهم 3 دراهم على حسب المنطقه. راه شفت لقيتو اختي في قلميمه كاين داير 63 درهم، يعني 1260 الفرق ديال 2 دراهم. ما فهمتش اختي واش كيجي من هنا ولا كيجي من اللي ما عرفتش. ايوا المهم هادشي اللي كاين اختي، راه كما قلت لكم على حسب حتى المنطقه راه الاثمنه كتختلف. ايوا صافي هنا البنات جيت كل حاجه كنرجعها بلاصتها، كنجبد قرعه بقرعه باش ما نرونش الدنيا، وبقيت كنعمر فيهم. داكشي علاش البنات ديما فيما كندير شي فيديو ديال التنظيم كنقول لكم بقاو تشريو منظمات على حسب البودجي ديالك، على حسب الامكانيات ديالك. بحال هاد القريعات هادو فيهم نص كيلو، كل قيت ديال كيلو كان احسن، ولكن على اي راه قاضيا معايا الغرض. وعرفتوا البنات راه زوينين بزاف. ديما كنقولها لكم على حسب البودجي ديالك. عندك بغيتي تاخدي ديال البلاستيك خديها ديال الزاج كبار صغار. المهم المنظمات كيعاونوا بزاف، كتكوني عارفه شنو ناقصك شنو خاصك، كتكون كل حاجه مجموعه وما كتكونيش كثرت الميكات وكثرت المهم كثرت نتخمسين في تغمرين. المهم اختي انا ما كيعجبنيش صراحه تلقاي عندي بزاف ديال الكموسات في كل قنت. داكشي علاش هكا. ولا على الاقل ديري شي شبكه كبيره، راه بحال هذوك اللي كنت شاركت معكم، دوك لي غونجمون اللي كنت شاركت معكم
انا جمعه فيهم هكا الماتيريال ديال الحلوى. على الاقل الا كنتي ما عندكش ولا هذا ما خودي هذيك وجمعي فيها هاد لي ساشي كاملين. انا هادشي اللي كيعجبني، واخا صراحه ديما كنفضل هكا قريعات سوا ديال البلاستيك سوا ديال الزاج. انا راه فين ما كنلقى شي منظمات البنات راه يعني ما كنبخلش عليهم. واخا كل مره خطفي حاجه فيما تسوقي، واخا تاخدي غير وحده ولا جوج دخليها من ضمن هكا التقديه، راه ما غتحسيش بهم. هانتوما راه غيبان لكم راه عندي هكا ماشي غير نوع واحد، ولكن البنات راه زوينين. من غير هذيك اللي فيها الزنجلان هي الوحيده اللي تصدات لي الصمطه ديالها، حيت كنت درت فيها الحامض مصير في الثلاجه. البنات ردوا البال من الحديد راه كتصديهم. الا كنتو غديري قريعه في الثلاجه ديري قريعه اللي ما يكونش داير فيها الحديد، فهمتوني البنات؟ ايوا صافي هادشي اللي كاين هنا البنات. حاولت هكا ننظمهم. هادوك ديال البلاستيك دوك الصغيورين حتى هما مازال غادي نزيد منهم الصراحه كينفعوا، وحتى دوك الطوال صراحه كينفعوا. ايوا صافي هادشي اللي كاين اختي. حاولت هكا ما نديرش ما نخلي حتى شي حاجه في القريعه ديالها هكا في كرتونه ديالها ولا بلاستيكه ديالها. المهم كينفعوا بزاف. واهم حاجه خديتها البنات في بيم، واحد الحاجه اللي عليها العمده اللي عليها هذا الفيديو كامل بغيت نشاركها معكم. كلنا كنعرفوا البنات اللي عندهم الاير فراير ولا اللي عندهم لا هوت هكا ولا اي حاجه كتيدم، بالخصوص الناس اللي عندهم اير فراير. اي حاجه كيكون فيها ليدام، حنا كنعرفوا الاير فراير واخا تغسليها كيكونوا النقيطات ديال الليدام كيبقاو لاصقين. لقيت هذا البنات في بيم بالنسبه للثمن البنات والله ما عقلت واقيلا واش 16 درهم ولا 15 درهم. صراحه غزال بزاف بزاف البنات. هذا سميتو سير على الله نيت، راه داكشي راه زوين. المهم سميتو سير، راه مصوره فيه اير فراير. عرفتوا البنات راه كترشيها خليها ساعه نص ساعه، المهم خليها نسايها، وملي كترجعي راه كدوزي عليها غير الحلفه ديال الصابون. عرفتوا راه كيقلع لي دم من جدر. صراحه زوين بزاف بزاف، غير جربوها البنات على حسابي اكيد غادي يعجبكم. كيف ما قلت لكم راه الثمن ديالو راه ما طالعش بزاف في بيم، راه لقيتو البنات في بيم راه مصوره فيه اير فراير. المهم نتوما راني حطيتو لكم باش تكابتوريو. المهم نتوما البنات اصلا راه كيبان لكم نقي، غير دوك النقيطات ديال الليدام اللي قلت لكم كيكون فيهم الداخل صافي. من بعد كتغسليه بالحلفه عادي. هانتي اختي كنحاول نشارك معاك، راه كيبان نقي ولكن راه فيه دوك النقيطات ديال الليدام. المهم هنا البنات سالينا تكينا اختي ارتاحينا. العشيه كامله خديت ليا دوش تهليت لي راسي شويه. ايوا دابا جيت البنات باش غادي نشارك معكم هنايا القرص اللي غادي نديرو هكا الكوتي. قلت غادي نشاركو معكم ان شاء الله هاد السيمانه. غنشارك معكم بزاف ديال الوصفات حيت غادي نوجدهم للسفر. قلت المهم نشاركهم معكم. هنا البنات عندي كيلو ديال الدقيق. البنات اللي بغات تحسب كيلو، اللي ما عندهاش الميزان هكا مثلا ما عندهاش الميزان بحالي، دير 10 ديال الكيسان ديال العنبه يكونوا هكا شويه كبيبرين ديال العنبه. المهم هانتوما كيلو ديال الدقيق، من الاحسن يكون هكا خاص بالحلويات يكون ماركه زوينه. صافي عندي هنا سكر ديال ما زهر ديال زهره البرتقال حيت المذاق ديالو بحال ما زهر. اللي ما عندهاش دير معلقه ديال ما زهر. صافي غادي نسبق النواشف. غادي نزيد هنا البنات معلقه صغيره ولكن تكون مقبضه، تكون عامره ديال الخميره ديال هاد الخميره ديال الخبز اللي كنعجنوا بها الخبز. هانتوما المهم معلقه عامره ديال الخميره ديال الخبز. بغيتو البنات تستعملوا الفاني ولا قشور الليمون ولا داكشي اللي بغيتو استعملوه. هنا عندي خميره ديال الحلويات غادي ندير فيها معلقه صغيره ما تكونش عامره بزاف، قياس ديك 5 غرام بحال هكاك. هانتي بحال هكا. المهم قياس ديال 5 غرام. غادي نزيد معها البنات كاس ديال السكر، وديما البنات الحلاوه راه كتبقى على حسب الذوق. كاس ديال السكر. المهم بالنسبه للبنات النواشف هانتوما انا درت كلشي، ولكن ما تنساوش عافاكم ديروا معلقه ديال حبه حلاوه صغيره، معلقه تكون كبيره ديال النافع كيجي اكثر من حبه حلاوه، كيجيو خطيرين بزاف بزاف. انا داكشي كامل راه كاين عندي موجود. وديروا معلقه ديال الزنجلان يكون محمر، ولكن بحكم اختي سيليا ما كتعين اي ماكله فيها شي حاجه ديال الحبوب ولا داكشي كتبدا تقلعو، كتبدا تحيدو، ما كتبغيش تاكل شي حاجه اللي تكون هكا اللي تمضغ فيها شي حاجه هكا صافي. فالمهم على قبل وليداتي انا باقيين صغار
ما غاديش نديرهم، بالخصوص سيليا مازال ياسير هكا ياكلوا. المهم اللي بغات هكا قراش البلديين على اصلهم، معلقه كبيره ديال النافع، معلقه صغيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه كبيره ديال الزنجلان يكون محمر، حيت هذاك اللي كيكون لداخل خصو يكون بنين، خصو يكون محمر. صافي انا غادي ندير نص كاس ديال الزيت، غادي نزيد البنات قياس ديال 2 معالق ديال الزبده. البنات اللي ما بغاتش دير الزبده تزيد الكميه ديال الزيت. هنا عندي الزبده نوعيه ممتازه، عندي قياس ديال معلقه كبيره، ندير غير معلقه كبيره بركه. فهمتوني البنات؟ بالنسبه للنوعيه اللي كنستعمل ديما كتشوفوني في الوصفات ديالي كنستعمل هذا. غادي ندير البنات كاس ديال الحليب، وغادي نزيد كاس اخر، يعني 2 كيسان ديال الحليب، والباقي غادي نكمل غير بالماء، يعني 2 كيسان ديال الحليب وغادي نعجنها بالماء. المهم البنات كما قلت لكم راه كتجي زوينه بدوك الزرارع، ولكن راه للاسف ما نقدرش ناكل انا وتبقى بنتي. صافي غادي نخليها تعجن، اللي بغات تعجنها بيديها تعجنها، تدلكها مزيان وتكون العجينه كتلصق. انا غادي نديرها في العجانه وانتم معايا. المهم هنا البنات غير كتبدا تعجن ليا العجانه، كتبدا كتخلط شويه، غادي نزيد حبه وحده ديال البيضه، يعني بيضه كامله بالصفار بكل شيء، حبه وحده ديال البيضه. وبالنسبه هكا كما قلت لكم الخليط غادي نكملو بالماء. صافي المهم هذه هي الطريقه ديالي باش كنصاوبهم. البنات اللي بغات تخلط بيديها تخلط بيديها، اهم حاجه ان العجينه تكون مرخوفه وتكون كتلصق. انتم غادي نشارك معكم القوام ديالها، وغنشارك معكم حتى الكميه ديال السوائل اللي دخل ليا هاد كيلو ديال الدقيق. انت خصها تبان لك يديا كامله محروقه عامره بليطراس ديال العافيه. الله يحفظ. ايوا صافي هادشي اللي كاين الحباب. بالنسبه للماء غادي نزيد هنايا كاس ديال العنبه ديال الماء، والكاس الثاني غادي نبدا نضيف فيه شويه بشويه. المهم بالنسبه لداكشي اللي دخلت لي انا الكميه، خدات لي كاس ونص ديال الماء، يعني 2 كيسان ديال الحليب مع كاس ونص ديال الماء. البنات اللي عندهم حليب غبره دير واحد 3 المعالق ديال الحليب غبره وتعجنها بالماء، تعجنها كامله بالماء، دير فيها مع الدقيق، دير فيها دوك 3 المعالق ديال الحليب المجفف او لا نيدو ولا كل واحد شنو كيسميه. ايوا صافي هادشي اللي كاين الحباب. غادي نخليها هكا كتعجن، وفي نفس الوقت كما قلت لكم الكاس الثاني ديال الماء غادي نبدا نضيفو تدريجيا. المهم راه خدات ليا كاس ونص ديال الماء مع 2 كيسان ديال الحليب، باش هكا كيجيك الخليط هكا ماشي ثقيل، كيجيك الخليط خفيف وفي نفس الوقت ماشي خفيف بزاف، يعني كيجي غير كيتلصق، باش كتجي رطبه. واصلا فيها معلقه ديال الزبده. البنات راه كيجيو رطيبين بزاف كيجيو بحال القطن. ايوا صافي هادشي اللي كاين الحباب. الناس اللي ما كياكلوش الدقيق الابيض ولا عندهم مشكل ديال يعني داير الريجيم ولا شي حاجه، جربوهم بالدقيق الكامل، راه يجيو زوينين. ان شاء الله المره الجايه غنشاركهم معكم بالدقيق الكامل ونقول لكم الراي ديالي فيهم. والناس خلاص اللي محيدين الجلوتين راه ان شاء الله نشارك معكم وصفات بدون دقيق وبدون جلوتين. هانتي يا اختي شوفي معايا القوام ديالها كيفاش كتجي هكا خفيفه وكتلصق. ملي كتهزي العجانه هكا كتهبط العجينه كامله. صافي غادي نخليها تخمر من 30 دقيقه للفوق. دابا الحال سخون، راه دغيا كيخمروا معكم. والا كان البنات الحال بارد ما تنساوش تدفيو الحليب شويه، لان كيبغيو هكا يدفاو باش يخمروا لكم. انا خليتهم خمروا لي على خاطرهم. بالنسبه صافي من بعد كنشكلها كويرات، ضروري ندهن ايديا لان العجينه كتلصق بزاف. صافي ضروري ندهن ايدي وكندير هذا الشكل هذا. بالنسبه للبنات القياس انا درت فيهم 100 غرام كاملين، خرجت ليا تقريبا مع 19 حبه ديال هاد الكويرات هادو، فيهم 100 104 110 100، المهم فيهم 100 غرام. بالنسبه اللي بغات ديرهم هكا 80 غرام يكونوا هكا صغيورين شويه، فراه غادي تخرج لكم قياس ديال 24 حبه. ايوا صافي هادشي اللي كاين الحباب. احتفظوا بهم في المجمد هكا في الفطور، خرجوا الكميه اللي بغيتو، راه دغيا كيتطلقوا، ولا ديروهم في الاير فراير راه دغيا كيتطلقوا، باش هكا فاش كيبقاو في المجمد كيبقاو يلا بحال يلاه طايبين فيما كتجبديهم. ولا خرجيهم غير نص ساعه قبل الفطور، بما وجدتي الفطور راه كتلقايهم تطلقوا وترخفوا وبحال يلا خرجاهم من الفران. هنا البنات كندهنهم بيضه كامله، كنخفقها وكندهنهم بهم. من بعد رشوم البنات باش ما بغيتو الزنجلان هذا البلدي هذا العادي ولا الزنجلان الابيض ولا اللوز ايفيلي، كيبقى الاختيار ديالكم.
اللي عجبكم ديروا فيهم، راه كيجيو البنات غزالين مفشفشين. اهم حاجه خليوهم حتى كيخمروا بحال هكا. ملي كنشكلوهم كنخليوهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، راه دغيا كيخمروا في المره الثانيه. ايوا صافي كنشكلهم، كنشعل عليهم البنات غير من التحت حتى كيبداو يتحمروا، عاد كنشعل عليهم كاملين باش كياخذوا ليا لون واحد. هذا هو السر ديالي في الطياب. الناس اللي كيقولوا لي كيفاش كيجيوك طيبين وما كيبقاوش الجناب البيضين، راه هذه هي الطريقه ديالي باش كيجيو كاملين طيبين. يعني كتسبقي العافيه من التحت الا عندك فران ديال الضو، والا عندك الفران ديال الكاش شعلي عليهم عافيه مهيله من الفوق لتحت وخليهم يطيبوا على خاطرهم باش كيتحمر، باش كياخذوا لكم نفس اللون، باش كيجيو كاملين لوين واحد. المهم اختي كيجيو بنانين مع ديك زهره البرتقال حتى هي كتجي مذاق الزهر، كتجي زوينه بزاف بزاف. اما خلاص الا نسمتوهم بناف حبه حلاوه ما نقولش لك اختي، واحد الريحه في الدار راه كتبقى حتى اليومين في الدار، واحد الريحه غزاله بزاف. صافي من بعد كنشعل عليهم صافي وكنخليهم يطيبوا على المهل كيف ما كتشوفوا معايا هنا يبداو كيطلعوا. راه كيجيو البنات فنين، لا في الشكل لا في المذاق، حتى في الشكل ديالهم فاش كتحطيهم هكا الكوتي راه كيجيو تحميره الوجه، بالخصوص لا عندك شي ضياف ولا شي حاجه هانتيه، راه كيجيو لون واحد من غير ديك البلاصه اللي تلاصقوا ليا فيها. شفتوا معايا؟ اما راه كيجيو كاملين لون واحد، راه كيبان لكم غير ديك البلايصات اللي جاو ملصقين لان اللاطه ماشي كبيره بزاف. ولكن ما عنديش مشكل صراحه، هانتي فهمتوش كنشاركهم معكم. كيجيو البنات خفافين بحال القطن وزوينين. هنا البنات راه كنقدم فيهم وهما باقيين سخانين باقيين طيبين، والاخرين مازال ما دهنتهمش باش حتى هما ندخلهم للفران. كما قلت لكم خرجوا لي 19 حبه، ولكن راه تبارك الله درتهم هكا كبيبرين. انايا بغيتو تصغروهم راه كيجيو زويونين، يجيو هكا في الفطور، يجيو في الكوتي وصافي كيجي. المهم هذا هو الشكل ديالهم. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، نتمنى البنات لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تجربوهم وتخليوا لي التعليق ديالكم الزوينين كيف العاده. المهم البنات نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، نتمنى لا روتين ديال اليوم اختي تكون نالت الاعجاب ديالكم. المهم روتين اختي خفيفه ظريفه، نتمنى تعجبكم. المهم هو طليت عليكم، راه والله الا كنت محتاجه شويه ديال الراحه، وراكم عارفين دابا بنادم مع الصيف كيبقى يخرج بزاف. ايوا صافي هادشي اللي كاين الحباب. وعاد السيمانه اللي دازت مشيت لمراكش، ما كتبتش اي نصور معكم حتى شي حاجه. ايوا صافي المهم ان شاء الله هاد السيمانه غادي يكونوا بزاف ديال الوصفات ان شاء الله. المهم اختي هما راه كيجيو غزالين بزاف بزاف، والله اختي اللي جربيهم على ضمانتي. هادو يا ما كنت كنحماق عليهم اختي، والله حتى كيسطيو واحد الريحه كيخليوها في الدار غزاله بزاف بزاف. والوليدات راه كيحماقوا عليهم، بالخصوص انا الا ما درتش فيهم هكا الزرع راه كيعجبهم بزاف. بغيت نقسم معكم وحده، ولكن البنات راه باقيين سخان بزاف. المهم راه غادي نشارك معكم شي وحده. عرفتي البنات راه واحد الريحه اش غادي نقول لك، راه كتحمق والله العظيم الا كتحمق. المهم كنحيرو هكا في الفطور، كنحيرو في الكوتي، الوليدات جالسين دابا من المدرسه فيها باس مره اختي نوعي عليهم شويه، مره ان شاء الله شي مره غادي نجربهم بالدقيق الكامل بالزرع الكامل، وغادي هكا غادي نجاوبكم على الراي ديالي فيهم. هانتي اختي كيحمقوا والله العلي العظيم الا كيحمقوا جو غزالين. المهم اختي نضرب لك موعد ان شاء الله فيديو جديد، وصفات جداد، روتينات جداد، وكيف العاده ما تنسينيش اختي من اللايك ديالك وتعليق ديالك الزوين. ونقول لكم كنبغيكم بزاف، كنحماق عليكم بزاف، شكرا بزاف على المتابعه. الا وصلتي هنايا اختي كنقول لك بيزو كبيره بزاف، الله يكبر بيك والله يسر امورك ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد. اجي بلاتي فين غادي، بلاتي نقسم معاك وحده اختي. هانتي غادي ناخذ شي وحده هنا البنات، ما ندور لكم الكاميرا باش تشوفوها معايا. هنا البنات غنقطع معكم وحده، والحاجه ديما فاش كتكون سخونه قطعوها بشي حاجه ديال المنشار هكا، ما تقطعوهاش بيديكم. بغيت غير نقول لكم ان ديك البيضه كامله فاش كنديروا الصفار مع البيض كيعطي واحد اللمعان زوين احسن من انك ديري الصفار بوحدو. وحتى ديك الريحه ديال الصفار ما كتكونش مجهده، يعني فاش كتخلطيها كامله وديري معاها قطره ديال الخل. هنا البنات شوفوا معايا كيفاش كنجمعها وكتعاود تنفخ. شوفوا معايا بحال كتجي بحال شي بونجا بحال شي قطن كتجمعيه وتطلق راه بحالو وصافي. المهم البنات هنا راه باقي سخون، راه يدي اختي كنحرق فيها باش نشارك معاك، واللاطه الاخرى راني دخلتها للفران مازال ما خرجت في الفران، وفي نفس الوقت راني كنشارك معاك. شوفي معايا اختي بومبي مخفين وكاملين لون واحد كاملين. شتي معايا اللوين ديالهم كيجيو غزالين بزاف. احسن حاجه انك البنات راه كنت كندهنوهم غير بالصفار، ملي وليت كندير بيضه كامله لقيت راه كتجي حسن
لا في اللون لا في لا في داك اللمعة ديالها، كتجي غزالة بزاف بزاف. المهم كان اختي هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد وصفات جداد، روتينات جداد وفلوقات جداد، علاش لا. إن شاء الله دابا واخا يلاه رجعنا من السفر، ولكن إن شاء الله أنا كنوجد لشي تصافيره غادي نشارك معكم دي غوسيت هكا اللي غادي ندي معايا، شي حويجات اللي نقدر نخرجهم معايا، شي حويجات هكا اللي نقدر نديهم معايا في السفر. وان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد، وكيف ما قلت لكم في وصفات جداد نقول لكم بيزو كيف العاده، الى الفيديو المقبل.